السلام عليكم برلمان الطفل، ويا فرحي وسعدي ببنو ديبوه، والذي سيكمل ما أنجزه والده فيما يخص الحياة البرلمانية والتشريعية التي وصلت إلى مستوى من أين لك هذا؟ نعم، أكيد جدا أنه لا حدث، لأن الحدث الأهم هو استقبال الرئيس تبون لعصاد، والذي ذكره بصناعة لغة أمازيغية موحدة لكل اللسانيات المعروفة على التراب الوطني. ولذلك وقبل أن تدخل على هذا الرابط عزيزي الديفيرنتي وتبدأ تدرس، أنصحك بمراجعة تصريح العصاد بعد انتهاء زيارته، والذي أكد وبعظمة لسانه وبالصوت والصورة أن توجيهات الرئيس تبون كانت واضحة فيما يخص صناعة لغة أمازيغية جامعة لكل اللسانيات عبر التراب الوطني وفقا للمادة 4 من الدستور الجزائري. وفي آخر المطاف، وأنا أحاول الربط بين الحدثين، تذكرت مباشرة تصريح عمي عثمان عريوات الذي قال في مقطع ثانوي في الطاكسي المخفي: تشيكو كولولو رانا تبردينا، الفوك تورونا طريق. سلام.